دخل شاب للدير عشان يترهبن، فسلمه رئيس الدير لأب راهب شيخ عشان يتلمذ على إيده ويعلمه أصول وآداب الرهبنة ويتابعه في فترة الاختبار. اهتم الشيخ بالشاب جدا وخصوصا بحياته الروحية، لكن الشاب كان كسول وكان متهاون في حياته الروحية وفي قراياته وصلواته. وكان الراهب الشيخ دايما يكلمه عن الجهاد في الحياة الروحية واليقظة والتوبة باستمرار، وكان يكلمه عن العمق الروحي وإنه يبعد عن الشكليات. كان يقول له التدريب بدون روح ملهاش لازمة، ما تبنيش. وفي يوم صحي الدير كله على خبر وفاة الشاب ده، وحزن عليه الراهب الشيخ جدا لأنه عارف قد إيه الشاب ده كان كسول متهاون في حياته الروحية. وقعد فترة كبيرة يبكي بسبب الشاب، لحد ما في يوم حلم الراهب بالشاب وشافه واقف في الجحيم والنار حواليه من كل مكان وواصلة لحد رجليه. حزن الراهب وقعد يبكي بمرارة، لكن الشاب بص للراهب وقال له ما تبكيش عليا يا ابويا، أنا واقف على كتف مطران. قام الراهب الشيخ من نومه وهو منزعج جدا، وقعد مع نفسه أيام طويلة يفكر ويتأمل في الحلم اللي شافه، وبدأ يقول لنفسه إذا كان ده حال مطران متهاون في حياته الروحية، أمال حالي أنا هيكون إيه؟ ركزت مع الناس بدل ما أركز مع نفسي. وبدأ يقول لنفسه فوق فوق قبل فوات الأوان. لبس الرهبنة مش هيشفع لي لو أهملت حياتي الروحية وما عشتش حياة التوبة باستمرار. يا رب، أنا كل يوم أقرأ الكتاب المقدس لكن عمري ما شفتك بين السطور. كل يوم أصلي صبح وليل لكن عمري ما اتكلمت معاك بشكل شخصي. كل يوم أمارس عبادات كتير لكن قلبي فاضي مش مليان. فمن فضلك يا رب، ابعدني عن العبادة الشكلية، خدني للعمق فأشوفك بين السطور، فأتكلم معاك بشكل شخصي وأكون جد في حياتي الروحية.